كاين لقطه اخرى حتى هي اللي سمعتها ديال سيدي قاسم، وقع لك شي مشكل مع شي لعاب وبغيتي تخرج، وحنا لاعبين في واحد الفتره لاعبين وواحد اللعاب جاو ضربني بيدو بكروشي هو اللي كان مكلب الحراسه ديال ضربني بكروشي الوجهي، درت انا وكاس الدم. انا تميت بلا ما نهضر، ما قلت الحكم كيشوف، ما قلت ليه حتى حاجه، شد الطريق غادي خارج الفيستير، غادي بحالك غادي نخرج. قلت له ما انا نخرج، بغيت نخرج زعما باش من لانه ضربك بلا كره وقيل بلا كره. تميت غادي خارج، والجمهور اللي كنبغي نبلغ ليه التحيه، واخا الجمهور اللي غادي يكون الاكثريه غادي يكونوا غادروا، نطلبوا لهم الرحمه، واللي باقيين الله يزيد في اعمارهم. الجمهور الناض كله حبسني، قال لي لا غادي ترجع تلعب. ولكن ما حدث في الدوره 29 حسب الروايات وحسب تصريحات ديال الحاج محمد بن زكور والعميد الهزاز، على ان المغرب الفاسي كان يبحث على اخر النقاط باش يمكن له يفوز باللقب ديال البطوله. فهذيك المقابله اللي استقبل فيها فريق الاتحاد الرياضي القاسمي ديال الاتحاد سيدي قاسم، الفريق ديال المغرب الفاسي استقبل الاتحاد القاسمي. الاتحاد القاسمي كانت عنده قضيه، هو الاخر جاي المدينه فاس في الملعب ديال الحسن الثاني، وجاي باش ما ينهزمش، لان الهزيمه تعني على ان التبخر ديال الاحلام ديالو غادي ينزل. اذا من هو الاتحاد القاسمي انذاك؟ وفريق عريق، فريق عنده مكونات ديالو، عنده لاعبين ديالو، ولكن فريق اللي كان عنده شخصيات نافذه في المخزن، فريق اللي كان عنده المرحوم احمد الدليمي. وكتجي هذه المقابله مباشره بعد الانقلاب اللي كان محاوله ديال الاغتيال ديال سيدنا رحمه الله، وكانت المشاكل. كان تم تعيين الجنرال احمد الدليمي انذاك مدير ديال المديريه العامه للامن الوطني، والاب ديالو هو الرئيس ديال الفريق ديال الاتحاد القاسمي يعني. وكان العامل انذاك فاس بن شمسي. كانت مجموعه من الامور اللي كتعطي الفريق الاتحاد القاسمي، كتعطيه واحد الحمايه، كتعطيه واحد الحصانه. والاب ديال احمد الدليمي بو الحسن الدليمي الله يرحمه كان في المقابله، ويشتكي الناس ديال المغرب الفاسي، كيشتكيو تيقولوا على ان حنا تعرضنا لواحد الظلم، كانت ارتكبت اخطاء. وهذا كان بلاغ كان تيقول فيه الحاج محمد بن زكور المكتب المسير ديال الفريق المغرب الفاسي، تيقول على ان تعرضنا لظلم واخطاء ديال التحكيم ومشاكل وكذا وهذا وهذا، حيث ان الحكم اللي كان قاد المباراه كان عليه ضغط كبير. وكنعرفوا السبعينات كيف كانت، هناك مجموعه من المشاكل. الحكم المرحوم ايضا اللي توفى هذه السنه الفارطه اللي هو سي محمد حجان كان يقود المقابله. فالحاج محمد بن زكور قدنا على ان نرى المباراه يعني قبل ما تنتهي، باقي التعادل هدف لمثله اللي كان سجل عميد الفريق انذاك ديال المغرب الفاسي ليمان من ضربه جزاء، ثم الاتحاد القاسمي سجل التعادل. وهذا المقابله انتهت قبل من النهايه ديال العمر ديالها ب 11 دقيقه. 11 دقيقه الحكم حبس وخلاها في التعادل. والمغرب الفاسي كان يطمح بالجماهير ديالو، والجماهير ديال المغرب الفاسي تعرضت للتعنيف في المقابله، تعرضت للظلم في المدرجات بشتى الانواع وبطرق يعني كانت خطيره انذاك. المغرب الفاسي بالرجالات ديالو اللي كانوا انذاك، كان واحد مجموعه ديال المسيرين، كان عبد اللطيف الداودي، كان التازي، كان مولاي ادريس الخمليشي ولد مولاي علي الخمليشي، كان واحد مجموعه ديال المسيرين اللي كانوا كيسيروا الفريق. والفريق ديال المغرب الفاسي كانوا فيه عفاريت كره القدم انذاك، وكان تيبحث على باش يفوز في اللقب ديال البطوله في 72 73. كان الهزاز، كان ليمان، كان الزهراوي، كان التازي، كان القزار، كان عزوز، كان دريس لاكومب، كان واحد العدد ديال وكان كناير هو اللي كان مدرب.
كان مدرب كناير انذاك. فريق الاتحاد القاسمي كانوا فيه ايضا لاعبين كبار، ولكن هاد الاشياء اللي خيمت على هذاك المغرب الفاسي كان اجتماع طارئ ديال اعضاء المكتب ديالو، والاجتماع اللي كان رئيس الجامعه الملكيه المغربيه ايضا ينتمي الى الاتحاد القاسمي. انا لا اتهمه، ولكن كان ينتمي الى الاتحاد القاسمي ولسيدي قاسم ايضا. الكولونيل بن مجدوب، الكولونيل بن مجدوب هو اللي كان انذاك. فاجتمع المكتب المسير ديال الفريق المغرب الفاسي واتخذوا قرار على انهم ما يلعبوش الدوره ال30، ما يجيوش للدار البيضاء. والعهد على الحاج محمد بن زاكور، قال لك اودي ما نمشيوش للدار البيضاء، ما نجيوش نلعبوا، لان حتى التنقيط اللي كان انذاك راه ماشي بحال دابا كاين 3.0، لا، كان 3 نقاط بالنسبه للفائز، 2 نقاط بالنسبه للمتعادل، ونقطه بالنسبه للفريق المنهزم. يعني ان الحضور ديال المغرب الفاسي للدار البيضاء ولو يتعرض للهزيمه غادي يدي نقطه، غادي يدي اللقب ديال البطوله. ما حضروش، خداو القرار، كتبوا بعد رساله لسميتو الجامعه الملكيه المغربيه يحتجون على التظلم اللي تعرضوا ليه وكل شيء، ولكن بدون جواب. هذا هو اللي ضر الفاسيين وضر المغرب الفاسي وضر المكتب المسير، واتخذوا القرار على انهم ما يجيوش للدار البيضاء. واحد الشخصيه ربما انت اللي كتب لك انك تلعب مع تحضر لها، وهي ديال الحسن الدليمي رئيس اتحاد سيدي قاسم. السي حسن رحمه الله عليه كان مسمينه رجل قوي. يعني ملي كتسمع رجل قوي له فرصه بدير بانه راه الابن ديالو هو راه تقريبا الابن ديالو كان يعني من الناس الكبار ديال البلاد والناس اللي كانوا مكلفين بالامن، ومرارا توقفوا مقابلات وداك الشيء. حضرت انا المقابله اللي توقفات، وحده ديال الجيش الملكي وحده ديال الجديده، كانوا يلعبوا وكان البورزقي رحمه الله عليه حكم، انا باقي ناقل عليه، عطاه بيت الجديده، وملي دخل الفيستير ما بغاش يخرج بورزقي قال له لا ما حيدتيش البيض راه ما غتعاودش ترجع للتراب. وفعلا بقاو بواحد الصعوبه بالغه، وداك الشيء باش قنعوا هذاك هذا باش عاود رجع، وداك الشيء وكملت. كان مسار. تيبقى انه في هذاك الوقت كانت واحد الاجواء اخرى ديال الممارسه، كانت تعرف التدخل ما بين السلطه وما بين الرياضه. وكانت واحد الشخصيات ديال الحسن الدليمي والد وزير الداخليه انذاك، وزير كان عنده واحد السلطه كبيره. الدليمي الاب ديالو كان راس اتحاد سيدي قاسم. كيفاش كنت تتعامل مع هذه المباراه؟ لان كل حكم عنده قصه مع هذيك المباراه في سيدي قاسم، واعتقد عندك قصه انت ضروري في هذيك المباريات ديال اتحاد سيدي قاسم. انا لعبت شحال ديال المباريات ديال الفريق القاسمي، وتفرجت في مباريات. انني اشتغلت بعد اول سنه في سيدي قاسم في عام 79 اشتغلت، وكانت عندي في 69 يا ربي فاش اشتغلت في سيدي قاسم واحد المده ديال الموسم تقريبا سنه اولى سنه وثلاث شهور. وكانت زعما عندي علاقه باللاعبين ديال القاسمي، لانني كنت ندرب معاهم في الميدان، وكنت نعرف سميتو السي الحاج الحسن الدليمي. في واحد اثناء واحد المباراه في عام يمكن في 75 76 يمكن وقعت 76 كنت اضطريت انني نخرجه من الملعب، نظرا انه كان عنده واحد السلوك غير لائق. من بعد ما خديت انا قرار ديال الطرد ديال الحارس اللي ارتكب واحد الخشونه ضد لاعب ديال المولوديه الوجديه، وطردته، صفرت على ضربه جزاء، وانا تنفذت ضربه جزاء وتقبلوها الاطار الفني ديال سيدي قاسم، لانه كانت واضحه وقانونيه. ومن بعد وانا راجع لقيت السي الحسن تيتلفظ وتيهضر مع المندوب، قربت له باش نقول له سير جلس هذا، وتلفظ بشي الفاظ هذا، وبحال الا هددني انه اذا لم يربح الفريق القاسمي فانا غيكون عندي مصير اخر في نهايه المباراه. ولهذا خديت القرار انني من بعيد قلت له انا ما غيمكنش هذه المباراه تبدا حتى تخرج من الملعب. وفعلا ما بديتش استئناف اللاعب الا من بعد ما غادر الملعب سميتو، لانه كنا عطينا هذاك الامتياز يجلس في كرسي في وسط الميدان قريب من الشباك وبعيد عن الملعب، ولكن داخل السهم ديالو. ولكن هو هذاك الشيء ذاك التساهل اللي درنا معاه ما كانش يحترمه،
وكنت مضطر انني ناخذ هذه شجاعه تحسب لك سي عبد العالي في هذاك الوقت، وحنا تنعرفوا الظروف انذاك كنا تنعرفوها. الحسن الدليمي شد فريق اتحاد سيدي قاسم سنه 1965 وكان ترشح ديك الساعه الانتخابات لانه كان هو الشيخ ديال منطقه زقوطه ولا طلع برلماني على مدينه سيدي قاسم، وكان قال لهم كاع الناس في سيدي قاسم، كان قال لهم انا مرشح مخزني، يعني مرشح ديال المخزن باش نطلع لسيدي قاسم. كانوا سيدي قاسم عندهم جوج، عندهم الوالي صالح سيدي قاسم بوعسريه وعندهم الدليمي. طلع الدليمي لسيدي قاسم وعمل بزاف ديال المسائل لمدينه سيدي قاسم حتى انه جلب العماله ولات اقليم سيدي قاسم سنه 1981. لهذا الفريق سيدي قاسم باش يتالق هنا باش نرجعوا لحسن الدليمي، قلنا شد الفريق سنه 1965 تمكن انه يصعد به سنه 1969 القسم الاول اول مره صعد به، ومن ثم كان مصطفى بدري الصحفي بجريده المنتخب هو اول واحد طلق اسم حفار القبور على فريق اتحاد سيدي قاسم. علاش حفار القبور؟ لان اي فريق كان كيجي يلعب في الملعب ديال سيدي قاسم كينهزم، هينهزم بالكره، هينهزم بالتدخلات، اي حاجه غادي ينهزم، لان الجنرال ولد الجنرال الدليمي الاب ديال الجنرال الدليمي انذاك الحسن الدليمي كانت عنده جميع السلطات لدرجه انه كان كينزل الوسط الميدان ويعترض على قرارات الحكم. وقبل بدايه المقابلات كان الحسن الدليمي كيدور على الملعب ممتطيا الجواد ديالو لارعاب الخصوم ويدخل فيهم ذاك الخوف من الهزيمه، كيوجههم نفسانيا للهزيمه. كان كيدير دوره شرفيه بالفرس ديالو على جنبات الملعب، وما كانش كيجلس في المنصه الشرفيه، ما كانش كيجلس في المدرجات، كان كيجلس في لو بون توش في خط ديال الشرط، تما كيبقى غادي جاي فيما كتكون شي هجمه ديال فريق اتحاد سيدي قاسم كيطلع وكيهبط كانه لاعب مع اللاعبين وكيحمس اللاعبين لواحد الدرجه لا تتصور. كيحكي عبد العالي الناصري الحكم الدولي السابق انه في واحد المقابله كتلعب اتحاد سيدي قاسم مع فريق المولوديه وجده، وعبد العالي الناصري طرد الحارس ديال فريق اتحاد سيدي قاسم واعطى ضربه جزاء لفريق المولوديه وجديه، ونزل ليه دليمي حتى لوسط الميدان حيد ليه الصفاره قال له صافي سالينا هذا الماتش ما بقيناش غادي نكملوا. لولا ان عبد العالي الناصري كان كيشتغل انذاك في وزاره الصحه في سيدي قاسم لكانت تمشي الامور الى ما لا تحبط عقباه. الحكام اللي كانوا ديك الساعه كيديروا المقابلات ديال القسم الوطني الاول، نذكروا السطالي، النجدي، الرافعي، باحو، الزياني، الناصري عبد العالي اللي هضرنا عليه دابا، هاد الحكام هادو كان نهار الكحل عندهم هما كيجيهم تعيين في مدينه سيدي قاسم. كيحاولوا ما امكن يتجنبوا انهم يحكموا شي مقابله ديال فريق اتحاد سيدي قاسم بوجود الحسن الدليمي، لانه ما كانوا يثيروه في الملعب، وتهييج للجمهور والسيطره على الحكام والسيطره على اللاعبين ديال فريق الخصم شيء لا يتصور. المسؤولين ديال سيدي قاسم شنو داروا ديك انذاك؟ الفيستير او مستودع الملابس ديال المغرب الفاسي كانوا يطلقوا لهم الجيردان او الطوبات كما كنقولوا الطوبات، طلقوا لهم الجيردان في المستودع ديال الملابس ديالهم وعاشوا الرعب في ذاك المقابله وما كملوش المقابله اللاعبين ديال المغرب الفاسي. ومن بعدها كان عندهم تنقل لمدينه الدار البيضاء باش يواجهوا الوداد البيضاوي او الوداد الرياضي، وما مشاوش المغرب الفاسي لمدينه الدار البيضاء باش يواجهوا الوداد الرياضي احتجاجا على ديك المعامله اللي تعرضوا لها بسيدي قاسم والاجواء اللي دارت فيها المقابله ديال الوداد ديال المغرب الفاسي مع اتحاد سيدي قاسم. والنتيجه راه كتعرفوها، اتحاد الوداد كانت انتصرات والبطوله ديك السنه كانت مشات لفريق اخر من غير المغرب الفاسي. سنه 1983 بوفاه احمد الدليمي في حادثه السير الشهيره مدخل مدينه مراكش انتهى كل شيء بالنسبه لاتحاد سيدي قاسم والعلاقه ديالو مع الحسن الدليمي، لانه مباشره بعد الوفاه ديال الابن ديالو الدليمي يغادر الفريق. كانت البدايه المفارقه اللي كاينه في العلاقه ديال الحسن الدليمي مع فريق اتحاد سيدي قاسم هو انه الموسم اللي جا فيه فريق اتحاد سيدي قاسم سنه 1965 كان هو الموسم ديال اختفاء المهدي بن بركه وتوجيه اتهام الابن ديالو احمد الدليمي، والموسم اللي غادي يغادر فيه فريق اتحاد سيدي قاسم هو كان موسم ديال الوفاه ديال الابن ديالو في حادثه سير غامضه الى الان مازال ما عرفنا حتى شي حد ملابسات ديال هذه الحادثه هذه. هذا الفريق هذا كان شكل الاستثناء في الموسم الاول اللي كان وراء اندماج الرجاء مع الاولمبيك البيضاوي، وكان هو الفريق الوحيد اللي استطاع انه يوقف الند للند لهذا الفريق ديال الرجاء